وفي جانب قوات السلطان قتيل و4 مصابين، كما أنه أصيب حوالي 7 جنود من البريطانيين بضربات شمس وإرهاق حراري. وتم استرجاع النزوة من قبل السلطان في 12 من أغسطس عام 1957. ونظرا للدور القيادي وأسهامات السيد طارق بن تيمور، قدم الإمام مبلغ 40,000 ريال سعودي ثمنا لرأسه. كما قرر الإمام أيضا والشيخ سليمان اللجوء للجبل الأخضر الذي سيكون مركزا لهم، ولحقهم بعدها الشيخ طالب. وتخلى الكثير من العلماء والمشايخ عن الإمام لرؤيتهم الخوف والهزيمة في الإمام بلجوءه للجبل الأخضر، ولكنه لم يكن خوفا أو انهزاما، بل تكتيكا جديدا لمعارك جديدة، واتخاذه مركزا لشن حروب العصابات والاستبسال لإلحاق أكبر قدر من الضرر على القوات البريطانية والسلطانية. وفي تلك الأيام بدأت القبائل الموالية للسلطان بتجهيز الهجوم على الجبل الأخضر، إلا أنهم هزموا وفقدوا الكثير من القتلى بعد التلاحم بينهم وبين الثوار. ووصلت بعدها بفترة دورية من قوات السلطان بها حوالي 20 جندي ومعها 50 رجل من القبائل الموالية لاستكشاف وادي كما، وهو أحد الأودية في الجبل الأخضر، إلا أنهم انسحبوا بعد أن واجهوا قتالا شرسا من قوات الإمام. وبعد هذه المحاولات الفاشلة بدأ التخطيط لشن الغارات الجوية مع الهجوم بالسيارات المدرعة، ولكن انسحبت القوات بعد تعرضهم لبعض الخسائر والإصابات. كما تمت أيضا مشاهدة النساء وهم يزودون الثوار بالمياه أثناء قتالاتهم. تم التخطيط للانتقام من الثوار من قبل القوات البريطانية، وفعلا تم تهجير الناس من مدينة تنوف وهي معقل الشيخ سليمان ونهبها وتدمير أفلاجها، وتم قتل شخصين من أهاليها. وتم الاستعداد لهجوم قوي جديد، ولجأت بريطانيا لاستخدام البدو المقيمين بين العراق والكويت وتعليمهم على أساليب القتال. وتم بدء الهجوم في 14 من نوفمبر بقيادة الضباط البريطانيين، وتم التخطيط على أن يكون هذا الهجوم عنيفا لكي ينهي وجود الثوار بالجبل الأخضر. وتم الالتحام بالثوار الذين بدأوا بالتقهقر وخسروا الكثير نتيجة الطيران والهجمات الجوية، وبدأ الارتباك عليهم بسبب انقسام الثوار لفريقين لم يكن بينهم أي اتصال، وانكسر بعض الثوار وتخلوا عن القتال. وكانت هذه العملية تحدث في غرب الجبل، وهو معسكر الشيخ طالب الذي كان غير موجودا في بداية العمليات، وحين علم بالأمر توجه لمنطقة القتال ومعه مجموعة من الثوار، وخطط للالتفات على قوات السلطان التي تم إجبارها على الانسحاب سريعا تحت طلقات الرصاص الثوار الذين لم يأبهوا للطلق الجوي الذي كانوا يتعرضون له. كما ساعدتهم أيضا طبيعة الجبل في هذه المعركة. وهنا نرى تفوق الإمام في هذه المعارك، وزاده قوة وتفوقا انسحاب القوات البريطانية تجنبا للرأي العام البريطاني وانتقادات الأمم المتحدة لتدخلهم في عمان، وتم رفع الدعم الجوي عن السلطان من الحكومة البريطانية. وتم إجراء محاولات للتفاوض من طرف السلطان لوقف القتال، إذ حصلت مفاوضات في قرية تنوف المدمرة حضرها الشيخ إبراهيم العبري مفوضا وممثلا للسلطان، وفي الجانب الآخر حضرها الإمام والشيخ سليمان بن حمير شخصيا. وهذه أكبر مجازفة وتهور من قادة الثورة، وانتهى الاجتماع بدون توافق الطرفين. كما أردف الشيخ سليمان في الاجتماع قائلا إن الأطفال قد بدأوا الحرب ونحن لم نبدأها بعد. فتوصل السلطان بأن الحوار لا يصلح مع الإمام، ووضع جائزة قدرها 60,000 ربية لمن يدل على مكان واحد من الشيخين طالب بن علي أو سليمان بن حمير. كما تم أيضا ممارسة أسلوب الحرب النفسية من قبل بريطانيا على الإمامة بتوزيع المنشورات مثلا لزرع اليأس وخفض قوة الثوار. وجرى اتفاق بين السلطان وبريطانيا لرجوعهم للتدخل والحصول على المزيد من الصلاحيات، وفي نفس الوقت هذا الاتفاق كان لتجنب الانتقاد، إذ كان يبدو وكأن السلطان من يقوم بكل شيء. وتم رسم الكثير من الخطط من قبل البريطانيين مثل خطة فبراير وخطة كليسيتش وخطة ديرمونت، إلا أنه لم يتم تنفيذ أي واحدة منهن لعدة أسباب. وفي يناير من عام 1958 تم إصابة مناطق تمركز الثوار بأكثر من 167 قذيفة وتدمير تحصيناتهم ومراكزهم لسحب الثوار أسفل الجبل لتمكن الطائرات من قصفهم، واستمر القصف وشن الغارات الجوية ومحاصرة الثوار في الجبل، إلا أنهم لم يتوقفوا عن أنشطتهم إلى أن وصلت القوات البريطانية الجوية الخاصة التي اتخذت من أحد القمم مركزا لهم. وهكذا تم اختراق الإمام دون علمه أو علم رعيته، وتواصلت دوريات القوات البريطانية وقوات السلطان في الهجوم على مراكز الإمام، وتعددت الخسائر وفي كل مرة تغلب كفة على الأخرى، وهذا ما أربك قوات الإمام وأرهقهم وسبب النقص في أعداد الثوار، إلا أن تم تكثيف الغارات الجوية في نهاية عام 1958. ورد الثوار على هذه الهجمات باستخدام مدافع المضادة للدبابات التي تسببت في قتل 60 جندي بريطاني وإصابة 60 أيضا، وتم تدمير حوالي 5 دبابات و26 سيارة بين السيارات العسكرية والسيارات الناقلة للنفط. وفي 25 من يناير عام 1959
بدأت القوات البريطانية وقوات السلطان بالتحرك من عدة اتجاهات بعد بزوغ قمر تلك الليلة، مستعينين بحمير لحمل الذخيرة، وبدأت تحدث المواجهات بين الطرفين في عدة أماكن، واستطاعوا تأمين عدة طرق في الجبل وسط هجمات تضليلية يناور بها البريطانيين. وفي 29 سيطرت السرية الرابعة على وادي حبيب المدمر من غارات البريطانيين، واستسلم سكان 130 فردا الذين كانوا يحتمون بالكهوف هناك. ووصل عدد الغارات من اليوم 25 إلى 29 ل 18 غارة، واسقطت فيها 199 قنبلة، وسط تحليق طائرة الفينوم الأخرى التي أمطرت على الثوار بحوالي 86 غارة جوية. وصلت قوات السلطان التي تحتوي على جند القبائل المكونة من 200 جندي بعد قيامهم بعدة هجمات تضليلية لقرية سيق في 31 من يناير، وهكذا انتهت المقاومة وحرب الجبل الأخضر وسط ذهول وخيبة أمل الثوار الذين كانوا متفاجئين من هذا الهجوم، فتفرقوا خوفا من الامساك بهم. وتوجه السيد طارق من تيمور ومعه الكولونيل ديفيد سمايلي عبر طائرة هليكوبتر لهضبة سيق للقاء الأهالي وزيارة كهف الشيخ سليمان الذي خرج من الجبل ومعه الشيخان طالب وغالب الذين كانوا مع الثوار، ولكن طلب المواطنين منهم الحفاظ على أرواحهم بعد سيطرة قوات السلطان على وادي حبيب. فهربوا بواسطة وادي سعدة إلى نزوة بمساعدة المشايخ والمواطنين، وواصلوا المسير لجبل الكور الذي اختبوا به بمدة شهر، وتم تأمين الجمال لهم وأخذتهم إلى الشارقة، ووصلوا للشيخ صقر بن محمد القاسمي، وهناك استقلوا مركبا ينقلهم للدمام التي وصلوا إليها في 16 من مارس عام 1959، وتم الاحتفاء بهم واستقبالهم، وأعلن بعدها راديو مكة وصولهم للرياض واستقبلهم الملك سعود شخصيا. وفي الجانب الآخر تم بناء معسكر دام للقوات البريطانية في الجبل الأخضر. وأما قتل الحرب فاختلف تقدير أعدادهم، ولكن مجموعهم يصل إلى حوالي 500 قتيل. وهكذا انتهت أحد أهم المعارك في التاريخ الخليجي الحديث، وتم توحيد داخل وساحل عمان مجددا تحت راية سلاطين آل سعيد، وتم إنهاء دولة إمامة عمان. شكرا لاستماعكم ولمشاهدتكم.